ويضحيوا ويصبروا. الا ما ضحيناش الاخوان وصبرنا، انا نقول لكم ولا ما لقيناش افكار، راه المستقبل لا قدر الله ما غيكونش مزيان، لانه العالم دابا تيضغط عليك. دابا البلغه قالوا لي تجي من الصين الشعبيه. نعم البلغه، والبراد هذا قديم استاذ. البلغه دابا ولاو كيصاوبوا لك البلغه، دابا شويه يصاوبوا لك شي حاجه اخرى فهمتي. وكيبيعوها خاصك ولا بد. خصنا نعطيو قيمه للمنتوج ديالنا، ولكن خصنا نعرفوا نتعاملوا مع المرحله اللي حنا فيها. ولا بد الميزانيه ديال الدوله ملي قلت لكم قبيله 2.28 مليار ديال الدرهم، هذه دايرها الدوله باش تتشجع الشركات والمؤسسات اللي كيخدموا الناس. اذا الامكانيات الحمد لله موجوده، ولا كان خاصنا في عوض هاد 2.28 مليار ديال الدرهم، حوالي مليار ديال الدرهم في العام، في الميزانيات المقبله نديروا 5 ديال المليار ديال الدرهم مزيان. ولكن مناش كنخافوا ان يذهب ذلك هباء منثورا. خاص دابا هاد القضيه ديال التكوين بمقابل حنا مشينا فيها. انا نقول لكم مناش كانوا متخوفين في الحكومه الاخوان، نكون معكم صريح. تيقول لك السي عبد الالهي الا كونتي الناس غادي يجي يقول لك خدمنا. قلت لهم انا ما خايفش من هذه، نكون ولاد المغاربه والتكوين غادي يجيو شي وحدين يحتجوا عليا ويديروا الاضراب ولا مظاهره ولا يبقاو يديروا الشعارات عليا الى اخره. ولكن المجموع اللي غيتكون غتكبر القيمه ديالو، وملي غتكبر القيمه ديالو واخا يجي يحتج واحد شهر ولا شهرين، في الاخر الناس غيبغيوه. ملي غيبغيوه غيوقع عليه الطلب غادي يمشي. انا ما خايفش من هذه القضيه. قلت للاخوان كل حاجه فيها التكوين غنعطيوها اولويه طبعا.